الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أهلا بكم حبايبي ومتابعيني متابعين قناتي. إن شاء الله النهاردة نقدم لكم حاجة جميلة، حاجة مفيدة، أتمنى كده تعجبكم إن شاء الله. عايزين نجدد في المطبخ ونعمل حاجات جديدة، حاجات تفتح النفس، حاجات تفتح الشهية. ونغير بحيث إن إحنا ما نملش. التغيير دايما نكسر الملل ونكسر الروتين اللي إحنا ماشيين عليه دايما في المطبخ. ده كرنب، هنجيب كرنباية زي كده نضيفة ننضفها زي ما هي سليمة كده، وبنقطعها بالشكل ده. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. السلطة دي اللي هنعملها دي كرنب مع بقدونسية. ازاي هنشوف البقدونسية دلوقتي وازاي نعملها ونشوف مكوناتها. وان شاء الله كده هتكون حاجة سهلة وبسيطة خالص ومتوفرة عندنا في مطبخنا. والخامات والمكونات موجودة عندنا، تتعمل في الفنادق، تتعمل في البيوت، تتعمل في المطاعم. حاجة جديدة نضيفها للمطبخ وللسفرة إن شاء الله. تمام، قطعنا الكرنب بالشكل ده بقى طويل كده بالاشكال بتاعتنا دي، عامل زي الاسباجيتي كده، زي النودلز. ماشي. هنجيب صاج نضيف ونحط فيه الكرنب بتاعنا كده بالشكل ده. تمام. اه ده الصاج حطينا فيه الكرنب، هنحط عليه شوية زيت زيتون. تمام، شوية زيت زيتون كده حلوين كده كتير. ماشي. وبعد كده ده شوية توم مفروم، ولو في توم بودر نحط توم بودر او توم مفروم. وبنرش عليه شوية ملح وشوية فلفل أبيض أو فلفل أسود اللي موجود عندنا عادي، مفيش مشكلة. نقلب كل الحاجات دي كده في بعضها وندعكم في بعض كده يتجانسوا مع بعض. ولو احتاج زيت تاني ممكن نديله عادي، مفيش مشكلة. وبنحطهم في الفرن لمدة تلت ساعة على درجة حرارة كده حلوة. وبعد كده بنيجي نعمل ايه بقى الصوص بتاعنا. تمام، حطينا توم تحت، وحطينا ورق بقدونس. تمام. وشوية فول سوداني محمص، ويكون مملح، او لو مش مملح عادي مفيش مشكلة، بس نعمل حساب الملح لما نيجي نحط الملح. احنا حاطين الملح بحيث ان ميكونش مش كتير، عشان الفول مملح معانا. شوية بابريكا، شوية فلفل ابيض. ماشي. وبنحط شوية طحينة، كبش الطحينة او لوش طحينة خام، لوش زي ده كده. وشوية مية. وبنضرب المكونات بتاعتنا دي كلها في الرحاية أو في الخلاط أو في الهاند بلندر، أي حاجة عندنا تضرب المكونات بتاعتنا دي. تمام. هنا بقى ضفنا شوية عصير ليمون، وبعد كده نضيف شوية كمان خل. ماشي. وبعد كده ضربناهم مع بعض. بعد كده طلع معانا المكونات بتاعتنا دي بقدونسية. بقدونسية عشان ات واخدة بقدونس. تمام. طيب البقدونسية دي حاجة تانية، بس هي زي كده نفس المكونات، بس ما بتاخدش فول سوداني. ماشي. الكرنب طلع معانا بالشكل الجميل ده، بقى روستد كده بالشكل ده. آه، استوى في الفرن. شايفين الشكل؟ طبعا الريحة بتاعته جميلة والطعم ممتاز. ماشي. هنيجي بقى نغرفه في الطبق بتاع التقديم بتاعنا. نحط الكمية بتاعتنا وما نضغطش عليه، بحيث انه يكون هايش كده بالشكل ده. حطينا بقى الصوص بتاعنا ده اللي هو البقدونسية، اللي هي طبعا المكونات زي ما انتوا عارفين، اللي هي الطحينة مع المكونات، مع البقدونس مع التوم، طبعا مخلية الطعم والريحة شكل جميل وحاجة جميلة. وشوية بابريكا مدخنة على الوش، مدخنة بابريكا مدخنة، وبألف هنا وشفا.